قبل الاتحاد مظلم، لأنه عليه ديون، والبعض يقول أنها وصلت إلى نصف مليار، والبعض يقول أنها تتزايد الآن. والحقيقة تواصلت، حتى وصلت للشخص المعني في مكتب الأستاذ منصور البلوي، وعلمت أنه في مجموعة من أعضاء الشرف ذهبوا للشيخ منصور وطالبوه بضرورة العودة إلى النادي، دعم النادي سواء من بعيد أو من قريب. واللي عرفته أنه منصور البلوي بعد نهاية الفترة الرئاسية الموجودة لإدارة التكليف الآن، أعتقد أنه عائد إلى قيادة نادي الاتحاد من جديد، لأنه أعضاء الشرف أو بعض الإعلاميين وبعض الجماهير الاتحادية أدركوا أنه كرة القدم ليست فقط مادة، بل هي أيضا فكر وإدارة، وأنه هذا الرجل في الفترات الماضية استطاع بالمال وبالفكر وبالقدرة وبرمجة القوانين والأمور مثل هذه، أنه هو ممكن الآن في الفترة هذه ينقذ الاتحاد، خاصة بعض الأخطاء الإدارية اللي حرمت الاتحاد من 3 نقاط، والبعض يقول أنها 9000 دولار، وأنه خطاب، لا، هي في الحقيقة أتعاب المحكمة 1500 يورو. نعرفها هذه، بس هل تؤكد أنت أن الأستاذ منصور البلوي راح يرجع لرئاسة نادي الاتحاد العربي السعودي كرة القدم؟ نعم، أنا أؤكد عودة منصور البلوي من خلال الانتخابات القادمة ل4 سنوات لنادي الاتحاد. يعني بيخوض الانتخابات؟ نعم، سيخوض الانتخابات، وهو يشكل جيل جديد من الإدارة الاتحادية القادمة، وطريقة مختلفة، خاصة بعد ما أقرت الهيئة العامة للرياضة نظام العضويات للجماهير وفتح منافذ الدعم. وأنا أعتقد الاتحاد بحاجة إلى رجل يحل مثل هذه المشاكل التي حدثت أيضا. طيب، شكرا.